شيخ عندك مثال حي على فتاة توفيت على منظر سيء أو خاتمة سيئة؟ طبعا المغسل أول ما يبدأ في الغسل يشاهدوا الميت. ليش؟ البعض منا يذهب إلى الخياطة عشان يروح يعمل له التفصيل والياقات والكم ولا هذا. فبالنسبة للمغسل، المغسل أول ما يشاهد الميت يفصل له الكفن، مجرد النظر يفصل له الكفن، ما يحتاج يجيب متر ويقيس من هنا 60 ومن هنا 30، خلاص يعتبر متعود دائما. فتقول يا شيخ، اتصلت فيها تقول يا شيخ أول ما كشفت عن وجه هذه الفتاة شفت وضعها غريب مريب. قلت يعني كيف وضعها مريب؟ قالت ما أقدر أتكلم يا شيخ، في عندي أهلها. قلت اطلعين برا يعني في السيب وكلميني. طلعت الأخت المغسلة قالت يا شيخ شفت وضعها غريب، يعني أول مرة يمر علي في 11 سنة. غسلت القصاص، غسلت حوادث، غسلت المحروقة، غسلت المعفنة، لكن المنظر هذا أول مرة يمر علي. شنو فيها؟ فقلت لها ايش اللي فيها؟ قالت يا شيخ يعني ما في حاجة أقول لك إياها. قلت لها لا قولي لي ما في حاجة. قالت يا شيخ لقيت يعني وضعها غريب. كيف وضعها غريب؟ قال لقيت يدها اليمنى على وسطها، ولقيت رجلها اليسرى هذه مرفوعة على رأس أصابعها. طيب قلت والثاني يدها الشمال؟ قالت يدها الشمال فوق رأسها كده. فقلت لها طيب حاولتي تعدليها، تعدل اليد إلى المفرد وتعدل هذا؟ قالت حاولت يا شيخ، لدرجة إني لو اتكيت عليه حكسرها. ويقول عليه الصلاة والسلام كسر عظام الميت ككسر عظام وهو حي. فعشان كذا اتصلت يا شيخ بك عشان أقول لك إيش أسوي. قلت هاتي فوطة وبليها بماء دافي وحطيها على اليد وحطيها على اليد الثانية وحاولي انزالها. قالت سويت يا شيخ، مو بالفوطة، حطيتها بمويه حارة وأبد تنزل. قلت طيب أسألي أمها، أسألي أقرب الناس لها. قالت ما فيها حاجة يا شيخ. قلت ما فيها، أسألي خذي على جنب وأسألي مش قدام المجتمعين. فتقول المغسلة أخذت الأم على جنب وقلت لها كيف وضع بنتك زي ما أنت شايفة، كيف وضعت؟ قالت والله بتقول يا شيخ إن أمها لما ماتت وجابوها الغرفة كانت طبيعية، لما جات المغسلة صار وضعها كده. استغربنا في الحكاية دي. قلت لها طيب إيش سبب، كيف ماتت؟ فشوفوا يا أخوان الحكمة في كيف ماتت هذه الفتاة. تقول يا شيخ أمها بتقول إنهم استدعوا فرح لزواج، استدعوا لهذا الزواج، فراحوا للزواج زي المعازيم وجلسوا في الصف الأولاني، ثم بدأ الغناء. تقوم يا شيخ أختي تقوم بنتي تستمع إلى أحد الأغاني اللي تفضلها، تقوم تستمع، ما تمالكت نفسها فقامت تجري وطلعت على خشبة المسرح ترقص. وتقول يا شيخ ما هي إلا لفة أخذتها، لفة وتطيح على خشبة مسرح العرس وهي ميتة. غطيناها وشلناها في الغرفة حقت قصر الأفراح، في غرفة خاصة للعريس والعروسة واللي يبدوا الملابس، ودخلناها وغطيناها وصار بهذا الوضع. فقالت يا شيخ هذه ابنتي كانت مولعة بالغناء، كانت من ورايا ترسل أخوها الصغير تعطي له فلوس يشتري له حلاوة وتقول له روح لآخر التسجيلات ذاك جيب لي آخر الشريط السي دي الفلاني كله عشان تستمع. لا بالدس عنه. فأراد الله أن يأخذ روحها وهي على هيئة راقصة. نسأل الله العافية. والله أعلم إيش كانت يعني تعمل. نسأل الله أن يتوب عليها ويغفر لها ويرحمها ويصبر أهلها. ولا نحكم عليها يا أخوان، كما ذكرت ما نحكم عليها. لكن كما قال الله سبحانه وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما كانت تتصور هذه يوم من الأيام تموت على خشب أو منصة الرقص.